السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. طب يا صديقي، لو بتدور على طريقة لعمل رقم امريكي فالفيديو ده ليك. كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الشرح. طب يا صديقي، اول حاجة كده انك لازم تكون منضم في قناتي على التليجرام، اللي هي القناة اللي بنزل فيها اللينكات وكل ده، عشان انت هتلاقي اللينك الموقع موجود فيها، اللي هي القناة دي كده. طبعا وشكرا لكم على 3700 اخ واخت. طبعا اخر حاجة هننزل لها اللي هي كانت نسخة التحديث واتساب الدي اتش. طبعا النهاردة فيديو معانا اللي هي طريقة عمل ارقام امريكي، اللي هي موجب واحد اللي هي الامريكي. طبعا ده الموقع بتاعنا، هتلاقينا برضو سابولك في الشرح. طبعا هتدخل على الموقع هتلاقي الارقام دي كلها. طبعا اللي هو عندك الكندا ده اللي هو الامريكي، عندك اول مثلا اول رقم ده مالكش علاقة بيه. انت مثلا بتدخل مثلا على اي رقم من دولت. طبعا وبعدها بتضغط على اللي هي الكلمة دي اللي هي فرح كندا، اللي هي الكلمة دي كده. طبعا تستنى الموقع يحمل معاها. طبعا بترجع كده بتلاقي ان هي عندك ارقام. بص، ارقام حاجة طرش يعني، فخر من الاخر. طبعا عندك ارقام كتيرة، ارقام جميع الدول. طبعا عندك هنا اسرائيلي، وعندك هنا طبعا اللي هي استرالي، وعندك هنا طبعا فنلندا، وعندك هنا طبعا اللي هي امريكا، وعندك هنا هولندا والسويد. يعني ارقام اقسم بالله حاجة طرش. فتنساش بقى تقدر اخوك كده بلايك وكومنت واشتراك. طبعا مثلا ندخل على اي رقم استرالي كده. طبعا هناخده نسخ، وهنرجع ندخل على اي نسخة واتساب عندنا فاضية. طبعا دي كده، وهنشيل رمز الدولة وهنطلق كود على النمبر. طبعا بقى متنساش انك تقدر اخوك كده بلايك وكومنت واشتراك. طبعا عندك هنا الرقم دوت بيقولك ان هو متسجل على واتساب حد اخر. طبعا هو الرقم عندك محروق، لازم تطلبه بعد 6 ساعات. يعني كده مع صديقي مثلا نجرب الدولة اللي ربنا ياخدها دي. طبعا هنعمل اوبن كده. طبعا هتستنى النمبر يفتح معاك، تاخد كده النمبر نسخ. طبعا عندك الاكواد بتوصل ليها هنا في الحتة دي كده. طبعا عندك اكواد اهيت. اكواد بس انت بتفعل منه جميع البرامج، يعني مش لازم واتساب بس، ممكن تفعل تليجرام، ممكن تفعل جوجل، تفعل اي تطبيق انت عايزه. طبعا هنرجع كده وهنطلب النمبر اللي هو الدولة دي. طبعا معظم الارقام يا صديقي ممكن اللي يظهر معاك اللي بعد 5 ساعات، او اللي هي ارقام محروقة والكلام ده. طب يا صديقي، احنا لو رجعنا الموقع كده هتلاقي اصلا ان الموقع بينزله تحديثات. طبعا زي ما انت شايف هنا عندك الارقام هنا اللي هي طبعا هنا عندك ارقام جديدة اهي اللي هي النيو دي. طبعا دي معناها ان هي ارقام لسه نازلة، يعني الموقع بينزله تحديثات. ده غير كمان اصلا ان الموقع لسه معمول من ما يجيش اسبوع او اقل كمان. فانت ايه، الموقع ده لسه جديد، فلازم يعني مش هتلاقي فيه ارقام كتيرة زي الموقع اللي كنا بننزلها قبل كده. طبعا مثلا كده تعال نجربك مثلا رقم امريكي، او مثلا كده صديقي تعال نغير النمبر. طبعا مثلا معانا نطلب مثلا نمبر سويدي او اللي هو نمبر هولندي. طب يا صديقي، زي ما انت شايف اهو بنطلب رقم حاليا اللي هو رقم دولة استونيا. طلع ان الرقم اصلا مسجل على واتساب اهو. طب
بس دي احنا لو رجعنا كده وعملنا تغيير للنمبر، طبعا الموقع دوت لسه جديد فهو ارقامه قليلة، واول الموقع ما بينزل رقم الرقم بيتسحب على طول. يعني انت ممكن تطلب ارقام تلاقيها مخمنة اكواد والكلام ده كله، فانت لازم تكون مركب الموقع كل فترة كده، كل ساعة ولا ساعتين تدخل تشوف الموقع والارقام اللي نزلت فيه جديدة، علشان الرقم اول ما ينزل انت تلحق تسحبه ومحدش يلحق يسحبه قبلك، لان الارقام دي بتطلب كتير، وهو اصلا الموقع لسه جديد ومفيهوش ارقام كتيرة. فان شاء الله ينزله تحديثات، يعني ان شاء الله المطورين بتوعه ينزلوا تحديثات اول باول وينزلوا ارقام كتيرة. وبس كده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية الشرح، فمتنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفك الفيديو الجاي.